الأستاذ الفايد خرج بتصريح يقول فيه: الذين اتهموا السيدة عائشة بالإفك لم يعاقبوا، وهذا دليل على أنه لا يوجد جلد ولا محصن وغير محصن. ثم قال الفايد: هذا السؤال لم يطرح من قبل، ويبدو أن الفيد نقل الشبهة من موقع ما دون أن يبحث بنفسه في الكتب، لعله يجد أن الأشخاص الذين اتهموا السيدة عائشة قد عوقبوا. جاء في تفسير القرطبي أن محمد بن إسحاق وغيره قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام جلد في الإفك رجلين وامرأة، وهم مصطح وحسان وحمنة. وذكره الترمذي أيضا. وذكر القشيري أن الذي أقيم عليهم الحد ثلاثة: عبد الله بن أبي وحسان وحمنة. وأما مصطح فلم يثبت عنه القذف صريح، ولكنه كان يسمع ويشيع من غير تصريح. وفي رأي ذكره الماوردي أن الأربعة أقيم عليهم الحد. ثم قال القرطبي: المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذي حد حسان ومصطح وحمنة، ولم يسمع بحد لعبد الله بن أبي.